مرحبا بكم في رحلة تاريخية مميزة نستكشف فيها قصة مدينة عريقة تحولت من قلعة صغيرة إلى عاصمة مملكة بأكملها. إنها الرباط، المدينة التي تجمع بين أصالة الماضي وإشراقة الحاضر. بدأت قصة الرباط كقلعة عسكرية في القرن ال12، حيث شيدها الموحدون لتكون حصنا منيعا يحمي السواحل المغربية، ومع مرور الزمن تحولت من مجرد قلعة إلى مدينة نابضة بالحياة تزينها المآذن والأسوار التاريخية. تتميز الرباط بموقعها الاستراتيجي على ضفاف نهر أبي رقراق، حيث تطل على المحيط الأطلسي بشموخ. وفي عام 1912 اختيرت لتكون عاصمة المملكة المغربية، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخها الحافل. اليوم تجمع الرباط بين عراقة التاريخ وحداثة العصر، فبينما تحافظ المدينة العتيقة على طابعها الأصيل بأزقتها الضيقة وأسواقها التقليدية، تنبض الأحياء الحديثة بالحركة والتطور. من أبرز معالمها صومعة حسان التي تقف شامخة منذ القرن ال12، وقصبة الأوداية التي تحكي قصة المدينة القديمة، ومسجد الملك الحسن الثاني الذي يجسد روعة العمارة الإسلامية المعاصرة. في عام 2012 أدرجت اليونسكو مدينة الرباط ضمن قائمة التراث العالمي، اعترافا بقيمتها التاريخية والثقافية. وتواصل المدينة اليوم مسيرة التطور مع الحفاظ على هويتها الأصيلة. الرباط ليست مجرد عاصمة إدارية، بل هي مركز ثقافي وعلمي يضم جامعات عريقة ومراكز بحثية متطورة، كما تشتهر بحدائقها الغناء وشواطئها الجميلة التي تجذب الزوار من كل مكان. أصدقائي المشاهدين، هذه لمحة عن مدينة عريقة تستحق منا كل التقدير والاهتمام. إذا أعجبكم المحتوى، أدعوكم للاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. دعونا نحافظ على تراثنا ونفخر به، ونساهم معا في نقل هذا الإرث الحضاري للأجيال القادمة. نلتقي في رحلة جديدة. دمتم بخير.